انت عايز دلوقتي تبقى عايز تتشتم وتتهان، صح؟ ويتحط لك الخياره. مش هيتحط لك الخياره بس بقى. يا مالك عندي صناعي، شغل عالي، شغل يدفع له فلوس يا ابني. انا جايبه كرباج وجبت الصناعي، اعمل ايه تاني؟ انا عايز اجرب الحاجات دي. ما انت يا وليد قلت لك اديني ميعاد عشان اعملها لك. لما ادفع يا مالك واخد الشغل العالي. علي صوتك. بيقول لك ادفع واخد الشغل العالي. اهو دفع نزل جرى هرب. اهو دفع يا حد دفع. انا الشغلانه دي بوظتوا الشغلانه خالص. عايزين تتشتموا وتتهزقوا وبلاش. زي واحد بيقول لي هزقيني واشتميني هدفع لك 50 جنيه وكمان يومين ربنا يكرمني ابعت لك ال 50 الثانيه. لا ده هيكمل عليهم ويجيب له علبة سجاير ولا حاجه. قلت له ده انا قاعده بجيب كيس الشيبس ب 50 جنيه وانا قاعده كده على السرير بهزق وبشرب عصير مكان ما زوري بيوجعني ب 100 جنيه. بشرب عصير ب 100 جنيه وانا قاعده. يعني انا اصلا ال 300 جنيه اللي باخدهم بهزقكوا بيها دي بصرفها عصير وانا قاعده وشيبسي. يعني ما بس سيبك منهم يا ملك. يعني انا ما بستفادش حاجه لنفسي. انا ما بحوش على قفاكوا. الشغلانه باظت اقسم بالله، بوظتوها. اللي عايز يجي عندي يبقى بجد وعايز يدفع، غير كده وقسما بالله ما انا شاتمه ولا مهزقه واديني قاعده. انا جايبه كرباج وجبت الصناعي، اعمل ايه تاني؟ انا عايز اجرب الحاجات دي. ما انت يا وليد قلت لك اديني ميعاد عشان اعملها لك. اوكي هنتفق على ميعاد واجيلك. لازم اجيلك بجد. خلاص ما انا قلت لك اهو. انت الحاجات موجوده والعده موجوده وكله موجود، بس انا مش عارفه هي الناس ماسكه في ايديها 300 جنيه ايه يا جماعه؟ 300 جنيه دول اقسم بالله بصرفهم وانا قاعده كده على السرير كده. بعت على عيله من دي تبقى اجيب لك شويه شيبسي وحاجه ساقعه وانا قاعده بزعق وبتهد في حالي. انت جبت الادوات دي امتى يا ملك؟ الادوات دي لسه جايباها من اسبوع، حاجات ب 3000 جنيه لزوم الشغل. يعني بصرف وبكلف على الشغل. والحيوان بقول له حول 300 جنيه انا نازل، انا هروح، انا هاجي ويستعبط. واحد تاني قبليه نفس القصه. بصي اصلي في من ده كتير فانت ما تاخديش. عارف يا وليد. بص يا وليد، عارف اللي هو مودي اللي هو كان لسه فوق ده. مودي دوت انا ما قلتلوش حول، هو محول لي قبل كده الصراحه. ماشي، حول لي قبل كده وكلمته ما كملتش حتى حاجه معاه. هو قال كفايه كلام كده. المهم ايه دلوقتي حصل تاتش ما بينه وما بينه. جه ورايا ولقيته محول لي فلوس عشان يصالح لي. ومودي دوت خدام برضو بس بيفهم كده. زي ما انت بعت لي الفلوس منك من نفسك لما قلت لك لا ما تبعتش وما بعت. اهو اللي جنبك ده ما بعتش حاجه وداخل طالع في الجروب ومبرطح هناك. انت صحافه، مفيش حد بيدفع حاجه. عايزين تتشتموا وتهزقوا ببلاش، وانا بصراحه مفيش حل كده. واللي عايز جلسه بقى على الواقع يقول لي. علامة الاستفهام ده دافع برضه. انا عارفه مين هنا اللي دافع ومش مدافع. هو اللي نزل ده اللي مش دافع. سيبك يا ملك، اللي ما دفعش سيبك منه. اللي بيع على طول مظبطوهم وجروب وعمالين يتعاركوا في الجروب هناك. شفت مش عارفه ايه بيشتم في مين. انت المفروض اصلا اللي يشتم في الجروب او يعمل حاجه تطلعيه من الجروب خالص. المفروض مش حد يتخانق ولا حد يشتم دور ما حضرتك موجوده في الجروب. لا انا اصلا ما كنتش انا كنت طول الليل امبارح قاعده على اللايف ما كنتش فاضيه. لقيت لك عمال بيشتموا في بعض والصبح مش عارفه ايه وقالوا الملكه وراح واحد غلط فيا كمان. عارف بقى ده مين؟ الواد اللي هو اللي شتم في الجروب ده. اصلا الواد ده ما دفعش حاجه، تخلي على الخاص بيقول لي نتكلم ومش نتكلم وكتب قصيده من هنا للسنه الجايه. المهم ما ردتش عليه ان هو مش دافع اصلا حتى حاجه للجروب. قمت ما ردتش عليه، قام دخل نكش في مين شتم في اللي هناك وراح قال لهم الملكه وماشيين عارفه مين وشتم الدنيا كلها. يعني وهما ضايفينه اصلا، هو ما دفعش حاجه اصلا.
اللي ماسك الجروب بقى هو اللي خلي بالك بيضيف اي حاجه كده، والناس الاساسيه الداعمين اقسم بالله ما دخل واحد فيه. الداعمين ما دخلوه، يعني الداعمين ولا واحد دخل في الجروب لحد دلوقتي. جس اطلع طيب يا مودي، هبعت لك الواتس والله. استنى التليفون بيعلق.